من غير بيض ومن غير فرن هنعمل معاكم تورته اقتصاديه وسهله وبسيطه وسريعه وفي 5 دقايق بس هتعمليها وطعمها جميل وان شاء الله هيعجبك، توفر عليكي الوقت والمجهود. بعيدا عن الشكل يا جماعه لان انا مش قد كده في تزويق التورته، بس بصراحه كطعم طعمها جميل، وتزويق ده بتاعك انت، تحطي اللي انت عايزاه وتزوقيها بالطريقه اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه تعملي الطريقه صح. ان شاء الله هتعجبك وسهله واقتصاديه وموفره. بس كملي معايا الفيديو للاخر واقولك على كل حاجه وهتعمليها ازاي، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، في 5 دقايق بس، وصدقيني حرفيا زي ما بقولك. هنبدا مع بعض على طول ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. هنقول مع بعض كده، هنقول مع بعض على طول المكونات. وزي ما قلت لك هي اقتصاديه وسهله وبسيطه ومش هتكلفك كتير. لا هنجيب بقى بيض ولا بيكنج باودر ولا هندخلها الفرن ولا الكلام ده، زي ما قلت لك في اول الفيديو كده، حاجه بسيطه وسهله خالص. هقول لك دلوقتي هنجيب طبق فاضي والمكونات بتاعتها زي ما قلت لك. عايزه يعني ايه تقللي الكميه دي وتخليها نص بس، اعملي كل حاجه نص. يعني انا هحط 4 كوبايات لبن، حطي انت كوبايتين لبن. هحط 4 كوبايات دقيق، حطي كوبايتين دقيق لو عايزه تقللي الكميه شويه. تمام. اول حاجه هنا في بوله انا حطيت 3 كوبايات لبن واحتجت الكوبايه في الاخر. تمام. معلقه كبيره كده خل، وبعد كده هنحط كيس فانيليا اهو، هنفضيه، نحط المكونات كلها. وده سكر بودر، سكر مطحون، يعني لو مش عندك ممكن تطحني شويه في الكبه، لو مش عندك تطحني ممكن تحطي بقى المكونات السائله دي مع السكر في الخلاط عشان يتضرب معاكي كويس، عشان السكر يدوب. عندك سكر بودر مفيش مشكله، حطي زي ما انت شايفه كده، هتحطي كوبايتين. تمام. زي ما قلت لك، ما عندكيش بودر حطي في الخلاط، في دور الخلاط عادي، واكيد كلنا عندنا خلاط، في دور الخلاط عادي تحطي المكونات دي كلها تضربيها كويس لحد ما ايه كل حاجه تبقى مختلطه مع بعض. بعد كده هحط حوالي ربع كوبايه زيت وهقلب كده تقليبه بسيطه. وبعد كده بقى ايه هنزل كده، انا خلصت المكونات ديت، هنزل بعد كده بالدقيق. هنا انا عندي 4 كوبايات دقيق، زي ما قلت لك عايزه تعمليهم كوبايتين مفيش مشكله، اعملي كوبايتين من باب التجربه. الاول حبيت الطريقه ممكن تكرريها تاني، وطبعا كل ما تحبي تعليها كل ما تزودي في الطبقات، يعني ممكن تصغري بصي خليكي بس معايا في الاخر للاخر واقولك على كل حاجه. احنا دلوقتي بنحط المكونات. هنا نزلت بعد كده ب4 كوبايات دي، نزلت كوبايه كاكاو خام عشان ايه تبقى لون الشوكولاته كده. تمام. خليكي بس للاخر واقولك على كل حاجه بالتفصيل. طبعا في الاول كده انا قلبت لقيتها تقيله معايا ولسه قوامها تقيل قوي، فزودت الكوبايه الرابعه بتاع اللبن اهي زي ما انت شايفه كده. ده القوام تقيل قوي، لا زودت كوبايه اللبن اللي كانت فاضله اهي، وكده القوام بتاعها بقى جميل وحلو كده. هوريهولك دلوقتي لا هو تقيل ولا خفيف اهو زي ما انت شايفه كده. ده القوام المناسب اللي انا عايزاه. ليه بقى؟ عشان احنا هنعمل ايه؟ هنسويها على البوتاجاز زي ما انا قلتلك في الاول، من غير بيض ولا فرن، وفعلا زي ما قلتلك دي حقيقة هنعمله على البوتاجاز. طيب هنعمله ازاي بقى؟ اول حاجة هنجيب كده معاكي صينية تيفال، صينية زي ما انا جايبة كده ألمونيا، اي صينية عندك ما بتلزقش اعملي فيها. فانا جبت الحجم ده من الصواني دي، صينية من صواني البيتزا، جبت الحجم الوسط عشان انا عايزاها حجمها وسط، وحطيت رشة زيت تحت كده عشان برضو ما تلزقش. لو عندك تيفال، عندك اي صينية من التانيين اي نوع اللي تحبيه ادام ما تلزقش معاكي خلاص. بعد كده هنزل بكمية من الخليط واخبط خبطتين كده على الرخامه، وبعد كده هرفعها على النار. مش هتاخد منك 5 دقايق وهتكون مستويه وجميل. لو انت بقى وصلتي لحد هنا ولسه جديده في القناه وما تعرفينيش، انا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله واقتصاديه وبسيطه وعلى قد الايد. يا تشتركي في القناه تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو انت معايا في القناه ما تنسيش تقولي رايك وتحطي لايك. هنا بقى بعد ما رفعتها على النار ممكن تغطي بغطا كده بسيط، مش هتاخد حوالي 5 دقايق بالكتير معاكي وهتكون خلاص ما شاء الله استوت اهو. هنا خلاص كانت استوت اهي، ولونها بدأ يغمق بقى، كل ما بتستوي اللون بيبدأ يغمق كده. تمام اهي بالراحة بقى كده كده خلاص
خدت الشكل النهائي بتاعها اهي. كنت بحط ايدي كده علشان اوريكي ان هي مفيش حاجه فيها طريه ولا حاجه، استوت اهي وما شاء الله. بالراحه كده بقى بتبداي تسلكيها من الجناب. طبعا هي محتاجه تستنى تهدى شويه عشان تعرفي تشيليها، بس عشان انا مستعجله عشان وقت الفيديو فهسلكها على طول عشان ابدا اعمل الباقي. تمام، بسكينه كده او حاجه كده من الجناب وابدا اسلكها بالراحه كده واشيلها معايا. طيب نفترض ان انا وانا بسلك كده وشلت اتقطعت حته، كسرت حته، مفيش اي مشكله، ديت عباره عن طبقات. حط اللي متكسر عندك في النص وخلي السليم فوق وتحت. تمام، مش هنقف على كده، مفيهاش عقبه ولا اي حاجه. اهو هنا قلبتها خلاص اهيت ومستويه من تحت ومن فوق، مفيش اي حاجه فيها طريه ولا اي حاجه. هبدا اعمل التاني لحد ما اخلص الكميه كلها اهو زي ما انت شايفه كده. كملي بس معايا الاخر عشان اقولك على كل حاجه. طيب انا هنا بعد ما نزلت التانية، لو انت لقيتي حاجه لازقه في الصينيه او كده معلش هتتعبي بس شويه وتغسليها تاني وتنشفيها كويس بحيث ان الخليط ما يمسكش في اي حاجه تكون في الصينيه. لو الصينيه تمام ونضيفه يبقى زي الفل خلاص، ابداي على طول. وبرده نفس الموضوع في كل مره هتحطي رشه زيت كده وبالفرشه توزعيها كده بحيث بس ان هي ما تلزقش في ارضيه الصينيه وانت بتقلبيها. وهي بتبقى في صينيه واحده عشان تبقى نفس المقاس، عشان لما تحطيها فوق بعض كانك عامله كيكه في الفرن وطالعه معاكي عاليه وكده ومقاس واحد كلها. تمام، جربيها وان شاء الله هتعجبك ومش هتكلفك كتير، وزي ما انا معوداكوا حاجات سهله وبسيطه واقتصاديه. اهم حاجه اقتصاديه، يكون على قد الايد وما تكلفنيش كتير في الظروف اللي احنا فيها دي. فجربيها وان شاء الله هتعجبك. زي ما بوريكي كده، شايفه بتترفع على طول ازاي، وهي حتى سخنه بتتشال على طول. لو هديت شويه بقى واستنيت عليها شويه هتنزل معاكي سهله جدا، بس زي ما قلتلك انا كنت مستعجله عشان وقت الفيديو. تمام، هبدا برضه احطها على الصينيه واعمل باقي الكميه اهو كده. انا عملت الاتنين من تحت مستويه ومفيش اي مشاكل فيها خالص اهي زي ما انت شايف. او بحط ايدي عليها كانت سخنه بس مش طايقه احط ايدي عليها، لكن كل ما بضغط عليها مطلعش معايا عجين او ان هي طريه او مش مستويه او كده. دي التالتة برضه اهيت. انا عملت حوالي 5 من المقاس ده. هعمل باقي الكميه كلها اهي. هغطيها بقى ثواني على ما اعمل دول حوالي 5 زي ما قلتلك اهو. هغطيها بقى ثواني لحد ما اعمل الكريمه، اضربها كويس كده وبعد كده ابدا اشتغل على طول. اهو حاجه سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت خالص. هنا بقى هنبدا نعمل الكريمه الخام. نجيب طبق فاضي وننزل بيها وكوبايه ميه مثلجه، او لو عندك لبن حطي كوبايه لبن مثلجه. اهم حاجه تكون ساقعه قوي او فيها حته تلج كده عشان تديك القوام المناسب او القوام المطلوب اللي احنا بنشوفه اللي هو بيبقى تقيل معاكي كده. حابه تحطي فيها لبن مفيش مشكله، بتبقى طعمها احلى طبعا. نضربها كويس، مش هتاخد منك حاجه طبعا اهو. كملي بقى بس للاخر عشان برضو لسه في تفاصيل فيها اقولك عليها. اهو كده خلاص. ده شايفه لما بتعمل معاكي سن كده مدبب كده ده بيبقى خلاص هي كده الكريمه تمام اهو. افضيها في طبق بقى. وهنا كنت نسيت اقول لكم انا حطيت معلقه كاكاو على الكريمه عشان اخليها بالشوكولاته. تمام، هنا بقى عندي قهوه سريعه الذوبان. هبدا كده هسقيها، هحط طبقه واسقيها واحط عليها كريمه وابدا احط عليها على طول. وزي ما قلت لكم يا جماعه بقى هنا في المرحله دي بتاعتك انت بقى، مالكيش دعوه بالشكل اللي انا عاملاه، لاني انا بصراحه عشان يبقى فيه مصداقيه انا مش قد كده في تشكيل التورت. انا اعملها بس اجي في التشكيل مش قد كده. فانا كنت بوريكي مبدئيا الخطوات الاساسيه والتشكيل ده بتاعك انت. او انا حطيت الطبقه التانية وبرده اسقيها واحط عليها الكريمه. وعشان كده كنت بصراحه بعملها واجيبها لكم بعد ما اتعملت، عشان انا مش حابه ان انا اوريها لكم وانا بعملها، لاني بصراحه انا برده زي ما قلت لك مش قد كده في التشكيل بتاعها. ده الشكل النهائي اللي طلع معايا اللي توصلت له، بس بصراحه طعمها كان جميل. هنا بقى كان عندي جناش من الشوكولاته كان فايض عندي من قبل كده، فهبدا احطه عليها
اي انت نوع بقى عندك، اي حاجه عندك. مش عايزه تعمليها كريمه بالشوكولاته وتعمليها كريمه بيضه عادي. عايزه برضو الخليط ده اللي هو بتاع الكيكه ما تحطوش بالكاكاو وتعمليه ابيض عادي برضو، ما فيش اي مشاكل. او بنزل بقى هنا بالجناش كده زي ما انت شايفه اهو. عايزه بقى تعمليها براحتك، تعمليها بالفواكه، تعمليها بالكريمه، البيضه، بتعمليها بشوكولاته على الوش، زي ما تحبي. اهم حاجه الخطوات الاساسيه في التورته بتاعتنا. تمام اهو. وكان عندي شوكولاته شيبسي كده، هبدا احطها عليها من فوق وازينها كده، ويبقى معايا كده. ده الشكل النهائي اللي طلعت معايا. زي ما قلتلك مش هنختلف عن على الشكل ده بتاعك انتي. ما يعني ايه، ما ترتبطيش بالشكل بتاعي، بس هنتفق على الخطوات الاساسيه اللي هي بتاع الايه الكيكه. تمام اهو. زي ما انتي شايفه كده. هبدا بقى اقطعها، وبصراحه طريه وبتتقطع معايا سهله وبسيطه برضو اهي. وان شاء الله جربيها، وان شاء الله هتعجبك وهتعمليها على طول. وزي ما احنا قلنا موفره معاكي ومش هتكلفك كتير، مش زي العاديه التانية. لا دي ما فيهاش بيض وطلعت معاكي جميله برضو، ولا فيها بيكنج باودر، وحاجه كده سهله. ولو انت خايفه تعملي الكميه دي زي ما قلتلك اعمليها بكوبايتين 2 بس. تمام. وهنا برضو التشكيل ده بتاعك انت والتزيين بتاعك انت اهي. حاجه كده جميله وطعمها جميل ما شاء الله. استنوني بقى في فيديو جديد، وصفه جديده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. وما تنسيش تقولي لي رايك في الكومنتات، وتعملي لي لايك حلو من ايدك كده وتشجعيني اهو. ويلا تشجعي كده وقومي اعمليها، ومش هتاخد منك وقت خالص اهي. ما شاء الله حاجه كده جميله وزي الفل. اشوفكم على خير ومع السلامه.